في زمان بعيد جدا لما الإسلام كان بينتشر في كل حتة، المسلمين وصلوا للمغرب ووقفوا قدام بحر كبير. ورا البحر ده في أرض جديدة اسمها الأندلس، اللي هي دلوقتي إسبانيا والبرتغال. الناس هناك كانوا عايشين تحت حكم ملك اسمه لذريق، ملك ظالم والناس مش طايقاه. ففي واحد من القادة اللي اتظلموا منه اسمه يوليان بعت للمسلمين وقالهم تعالوا ساعدونا وأنا هفتح لكم الطريق للأندلس. القائد المسلم الكبير موسى بن نصير قال لقائده الشجاع طارق بن زياد خد جيشك وعدي البحر وافتح الأندلس باسم الإسلام. طارق جمع جيش صغير حوالي 7000 راجل وركبوا السفن وعدوا البحر. ولما وصلوا هناك بص وراهم وشاف السفن اللي جابته، وفجأة قال القرار اللي خلى التاريخ كله يقف عنده. ولعوا فيها. الناس اتصدموا وقالوا له ازاي نرجع يا طارق؟ قالهم بكل ثقة البحر وراكم والعدو قدامكم ومفيش غير النصر. وفي معركة اسمها وادي لكة، طارق بن زياد واجه جيش لذريق اللي كان أضعافه في العدد، بس بالإيمان والشجاعة المسلمين كسبوا المعركة ولذريق اتقتل والأندلس بقت مفتوحة قدامهم. من بعدها الأندلس بقت جنة على الأرض. الناس هناك اتعلمت وبدأت تبني حضارة عظيمة، مساجد ضخمة، مدارس، علوم، طب، هندسة، موسيقى. الناس كانت بتيجي من أوروبا تتعلم من المسلمين. تخيل إن كان فيها شوارع منورة ونظافة ومية بتوصل البيوت. في وقت أوروبا كانت غارقة في الظلام، بس للأسف الزمن دار والمسلمين اختلفوا، اتفرقوا وبقوا دويلات صغيرة وكل واحد عايز يحكم لوحده. وفي الشمال الممالك المسيحية بدأت تقوى وترجع تاخد المدن واحدة ورا التانية، ولحد ما جه اليوم الحزين سنة 1492 سقطت آخر مدينة للمسلمين، غرناطة. وساعتها خرج المسلمون منها وعيونهم مليانة دموع. سموا اليوم ده دموع الأندلس. بس رغم إن الأندلس راحت، حضارتها فضلت منقوشة في التاريخ وأثرها لسه باين في أوروبا والعالم كله. الأندلس ما كانتش مجرد أرض، كانت حلم وحكاية عن ناس آمنت بنفسها وبنت حضارة من لا شيء. ولو القصة دي لمستك شاركها علشان دايما نفتكر إن اللي بيتفرق بيتكسر واللي بيتحد بيبني مجد.